تؤمن به ذلك الإيمان يكون رده إذا حييتم هو بيعلمنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن. فلما حيينا عظمته بالإيمان به حيانا بأن ملكنا مفتاح القرب منه. يكون في يدك أنت. أنت في يدك أنت. اذكروني أذكركم. الله، المفتاح انتقل لمين؟ بقى لك انت. بمجرد ان امنت قال ما دام امنتني وامنت بي خذ المفتاح. ان حبيتني اذكرك اذكرني انت. الله، اذكروني ايه؟ اذكره. ان تنصروا الله الله يبقى منكم انتوا الاول، مش كده؟ يبقى نصره هيجي امتى؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي ايه؟ حتى فاذا احببته كنت ايه؟ سمعه وكنت لا اخره. وبعدين يقول ايه؟ ان تقرب الي ايه؟ شبرا. يبقى اذا لما تحب ربنا يقرب منك ذراع انت اللي تبدا وتتقرب منه. يبقى المفتاح في ايد مين؟ الله. هو انت اللي بقيت اله ولا ايه؟ الله، ايه العزه دي؟ خلع عليك كل شيء. قال لك خلاص ما دام امنت بيا المفتاح يبقى معاك. عايز اذكرك اذكرني تحت امرك. عايز تتقرب الي ايه؟ ذراع. انا اتقرب اليك ذراع، تقرب بس انت شبر. انت ان عوزت اتقرب اليك باع، تقرب الي انت ذراع. الله. طيب ان عوزتني اجري لك اجري. تمشي انت بس، اشوفك بس كده متجه لانك تمشي. ليه؟ انا هاجي لك جري وخليك قاعد مطرحك. كما تلقى واحد تحترمه وتحبه وهو قاعد كده فتقبل عليه فقط لتسلم عليه، مجرد اقبالك عليه يقف ناهضا ويهرول لي ايه؟ ليسلم عليك. يبقى اذا المفتاح في ايد مين؟ انا قلت بره ان اصحاب الجاه في الدنيا إن أردت أن تلتقي بهم في مسألة من المسائل التي يملكونها لحركة حياتك تطلب منهم إنك تقابلهم، مش كده؟ إما أن يوافقوا أو لا يوافقوا. فإن وافقوا يحددون الموضوع، ما تتكلم في إيه؟ هذه واحد. ويحددون الزمان ويحددون المكان، وهم الذين ينهون المقابلة. يعني هتاخد دقيقتين تلتفت تلاقي صاحب الجاه وقف. معنى وقفته دي في انهاء المقابله ولو كان كلامك ما تمش. ادي البشر على البشر، ولايه البشر على الايه؟ يبقى ايه يعمل ايه؟ يا يقبل يا ما يقبلش، مش كده؟ ان ما قبلش انتهينا خلاص. وان قبل يحدد الموضوع هتتكلم في ايه يا سيدي؟ طب والزمان والمكان وينهي المقابله. لا ربنا مش كده بقى. ولذلك انا قلت لكم اذكروا جيدا حسب نفسي عزا. احنا بنقول عبوديه، ده عبوديه عز دي. هي دي عبوديه دي. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. عايزه هنا في الجامع في البيت يطرق عليا في الشارع كده، وقفت كده وقلت الله أكبر صرت في حضرته وأكلمه بما أحب. أكلمه بما أحب اللي أنا عايزه. وبعد ذلك يقول لك لا يمل الله حتى تملوا أنتم. ما أصل ما فيش معاد يشغله عن معاد. ما عندوش ما فيش معاد يشغلوا عن معاد. لا يمل حتى. ولذلك أدب رسوله الأدب المحمدي، لأنه كان إذا سلم عليه رجل بيده لا يترك رسول الله يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يسحب يده من يد رسول الله. الأدب الرباني، الأدب الإلهي. يبقى ده بقى عبودية ولا عزة دي؟ عزة إيه دي؟ المسألة في إيه تاني؟ فلذلك قال العزة ياخذ الإمام، ما تاخدوش على إنه تبعية. ده تبعية الكريم، ده تبعية عشان يديك، مش تبعية عشان ياخد منك. تبعية علشان يديك. كل ما تزداد في العبودية هيزداد لك في الايه؟ انت كاره كلمة العبودية لان البشر وسخوها، البشر قذروها، البشر دنسوها، لان السيد يمتص دم العبد. ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير السيد.